اتلتيكو مدريد مع البدايه يريد يدخل بقوه، يريد ان يعطي الانطباع او الدليل على ان الفريق لم يتاثر من خلال التعادل في الدوري ومن خلال فوز صغير على بلباو في الكاس. بالتاكيد يمكن هو واخد العمليه او المباراه والشوط الاول محمل الجد الا في 5 دقائق فقط لا غير قبل الهدف الاولاني بتاع رايو فاليكانو. انا اعتقد ان كان في سنه تخاذل او سنه استهتار ان المباراه سهله بعد 2-0 وليست المره الاولى. حصل موسمين، حصل قبل كده. الموسم الماضي عفوا كان في 4 أهداف مقابل شيء وكان هناك استهتار وبدأ يلعب بالنار وجاء 3 أهداف وكاد أن يتعادل في عقر ذلك. واعتقد ده اللي تم يمكن في نهايه الشوط الاول. شفنا الهدف بتاع عرض توران. فرقه اتلتيكو مدريد في رايي الضغط في كل مكان ده سمه من سمات الفريق في الشوط الاول، خاصه باستغلال قصر حجم الملعب. 2 طرفي الملعب ممتازين، وانا هدي الشوط الاول نجم الشوط الاول سوزا عمل المباراه اكثر من رائعه على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي وحتى في صناعه اللعب، بالاضافه كمان لارض توران. 3 ان اللعب ب 4-4-2 استغلالا للعمق الدفاع السيء جدا بتاع ارابيا وكمان ساول قلبي الدفاع رايو فاليكانو اللاعب دافيد فيا وديجو كوستا مع زياده لارض توران وسوزا، بالاضافه كمان لقرب المسافات او المسافات باللعب بالنسبه لفرقه اتلتيكو ادت عدم وجود اي خطوره بالنسبه للرايو. الرايو فريق حماسي ليس لديه اي امكانيات، في مساحات كبيره جدا موجوده ورا وسط الملعب ورا بيينا كمان تروشال وحتى ابوينو. اللعب كمان على قلبين الدفاع كان سمه من سمات الفريق بتاع اتلتيكو، خاصه زي ما قلنا في اخطاء كبيره جدا على طرفي الملعب. هناك مشكله في طرف الملعب بالنسبه لفريق رايو فاليكانو لا قادر يحلها لا لاز ولا فيرا في التعامل الدفاعي، خاصه ان في شغل معمول من سوزا ومن ارض توران في ثلث الملعب الاخير ده يمكن مدي شكل هجومي او عمق هجومي بالنسبه لاتلتيكو مدريد على رايو فاليكانو.